تاعنا، وهو الكاف تصفع والد صادي او تخدع والد صادي، او والد صادي والابواق تاعو يخدعونا. المكتب جاب واسمه تاع داروا هذيك تاع واحد المكتب تاع الانديه وكذا افريقيا، فتحت مكتب جديد وعرضهم للجزائر، وجاو يطبلوا باللي خلاص راح يحطوها في الجزائر. دوك نجيب لكم المقال تاع واحد الخروط وشيات من الشيات الكبار، ودوكا راهم مدوها للمغرب. الرعد حروه تبهديله اللي درتوها نهاي ليك راهم رسميا نشروها المغرب باللي رانا المكتب راهو عندنا ماشي في الجزائر، والجزائر تتألم وصح رانا نتألم. ونقولها لك رفيق واحد، نقولها لك بوزناد، نقولها لك والد صادي، ونقولها لك الخروط، باسكو من اللي جيتو وحنا نتألموا. العربي عاود نادلك طلع راك فاهم؟ اسمع، قال لك ضربه موجعه جديده للعالم الاخر، سمونا بالعالم الاخر، احنا كنا نقول لهم هكذا ولا هما يستهزئوا بينا. السلام عليكم ومرحبا بكم الاخوان الاعزاء في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشوفوا اول رد جزائري على القضيه ديال فتح مقر ديال الرابطه المحترفه ديال اللاعبين في المملكه المغربيه، واللي كانوا فضحونا الجزائريين، منهم داك رفيق وحيد وهذا، وسمعتوا في البدايه الفيديو البكاء ديالهم، فالبكاء ديالهم يطربون صراحه. كانوا تيقولوا، وفعلا الرئيس ديال هذه الرابطه اللي هو ديال الرئيس ديال الفريق ديال يانغ افريكانز اللي لعبت مع المولوديه، فعلا كان في الجزائر وتلاقى والد صادي، وخرجت الصحافه كتهلل، وحنايا وجبناه لعندنا وغادي نحلوا الرابطه في سميتو في الجزائر وغادي نضربوا المغرب، ووالد صادي سيضرب بيد من حديد. ما كاين لا حديد ولا بلاستيك ولا خشب، كاين والو. الرابطه كتحل في المملكه المغربيه، العالم كيصادق على الرابطه من بعد المقر ديال الفيفا. ف بكاء ديال هاد الجزائري قال لك سيدي وحقرونا وتيقولوا لنا حنا العالم الاخر. وفعلا لحقاش نتوما التفكير ديالكم والمنطق ديالكم ديال العالم الاخر، والله العظيم صراحه لحقاش كتكذبوا واحد الكذبه، وكيخرج الاعلام كيبدا يدفع فيها ينفخ فيها وكيصدقها بصبع الزرق، وفي الاخر كيتصدم بالواقع اللي هو هذا، اللي الرابطه غتحل في المملكه المغربيه ماشي في الجزائر، بل كانت حتى جنوب افريقيا داخله في الصراع. ولكن ما حققه المغرب من انجازات، وما حققه من الملتقيات اللي نضم منهم كاس العالم للانديه والتنظيم العالي الرائع، تيبغوا ما يقارنوا بداك الشان المحبر اللي نظموه هما، فلا مجال للمقارنه. ولكن واحد النقطه الاخوان ديالي كنشير ليها، وهي انا كنعاتب الصحافه المغربيه، الصحافه الرياضيه المغربيه كنعاتبها وكنلومها بشده. علاش ما كتطرقش لهذه المواضيع صاحبي؟ والله الا حنا كندافعوا على الرياضه المغربيه وعلى كل ما هو مغربي كيبقى فينا الحال. الصحافه الرياضيه المختصه ما كيهضروش على هذه المواضيع صاحبي. الجزائر ما غاديش ينظموا كيدافعوا على الباطل ودايرين ضجه على بلاطويات كاملين. بالله عليكم كون كانت دابا الجزائر اللي فازت بهذا المقر هذا، كنت تشوفوا الصحافه ديالهم، الصحافه ديال الزيكو كل شيء خارج كيهضر، بلاطويات خارجين كيهضروا، حنايا والو. راه الصحافه ولات كتضغط كما شفنا في قضيه ديال الخريطه، بقاو كيضغطوا الصحافه ديالهم على موتسيبي وعلى الكاف حتى انه عطاهم عقوبات مخففه. فصراحه انا كنلوم صراحه الصحافه المغربيه، لان لا ما حتى شي واحد ما هضر كيكتب لك واحد مقال فاز المغرب طن. شكون اللي كيهضر على هادو؟ اليوتيوبرز ولا لي تيك توكر، هما اللي كيخرجوا يهضروا على هذا الشيء هذا بلاصه، في الوقت اللي خص الصحافه الرسميه تخرج وتبين القيمه ديال المغرب في افريقيا وتبين. فما نطولش عليكم خوتي العزاز، غادي نمشيو نسمعوا البكائيات ديال هذا الشخص هذا ونرجعوا نرياكتوا عليه في الفيديو في الاخير الفيديو تاعنا، وهو الكاف تصفع والد صادي او تخدع والد صادي، او والد صادي والابواق تاعو يخدعونا. المكتب جاب واسمه تاع داروا هذيك تاع واحد المكتب تاع الانديه وكذا افريقيا، فتحت مكتب جديد وعرضهم للجزائر، وجاو يطبلوا باللي خلاص راح يحطوها في الجزائر. دوك نجيب لكم المقال تاع واحد الخروط وشيات من الشيات الكبار، ودوكا راهم مدوها للمغرب. جا عندهم شحال، عندهم واحد ايامات ملي كانوا هنا سمانه ولا والله ما على بالي، لو 5 على كل حال كانوا هنايا، ولا لو 4 كانوا هنا في الشهر هذايا، قلت سمانه 10 ايام اعلنوا عليها في المغرب. تبهديله كحله والتطبال داير حاله، دوك يضربوا النح اللي خرطوا. هذا موضوع مهم، نهار ما تدور عليك
ماشي انا اللي ندور عليك. شفت هادوما اللي راهم يدعموا فيك، هما اللي يدوروا عليك، والصحافه هي اللي تدور عليك. تفكر، قلتها لك نهار ما شديتها، وتفكر كلامي، تفكروا مليح كيما داروا على راوراوا، كيما داروا على زتشي نهار ما جابوه طبلوا له داروا عليه، نفس الشيء دوك يدوروا عليك انت ثاني. ديرها مليح هذه النقطه، خمم فيها مليح، خمم قبل ما ترقد، خمم فيها مليح. راهو جاي نهارك، لان انا ما نوقفش معاك، انا نوقف مع الرجال. راني قلتها لك عده مرات. شوفوا التبهديلات، حنا دوك نجيب لكم موقع مغربي يشرع علينا الصون بيتي وما نحمل المسؤوليه الخروطو، راك فاهم كيفاه. قال لك هذايا الخبر هذايا اللي كتبوا اسمه معاد هذاك اللي جاب. شوف المعاد هذايا صاحب رافق واحد، راك شايف كيف صاحب رافق واحد، وصاحبهم شكون بوزناد الامين العام، وراح عندهم الحصه تاعهم يعطي لهم في المعلومات. من الاتحاديه اخوك يقول لك من الداخل. اسمع واش راه يقول لك. قال لك جمعيه الانديه الافريقيه في الجزائر خلاص راهم حطوها في الجزائر. هذا الخبر عنده لو 5 ديسمبر في ديسمبر، قلت لكم راه عندها 3 سمانات ولا من اللي جاو رفدوا له لعبوا له اللعبه هذا ولا لا. اسمع واش يقول لك حل بالجزائر عشيه امس اعضاء المكتب التنفيذي لجمعيه الانديه الافريقيه في اطار الجوله التي تقود الاعضاء لعدد من البلدان الافريقيه للاستقرار على مكان اقامه مقر الجمعيه. راهم جاوا باش يحوسوا على مكان باش يديروا الجمعيه، المقر تاع الجمعيه في الجزائر هذا ولا لا. قال لك وحضر اعضاء جمعيه الانديه الافريقيه ورئيسها التنزاني، هو اللي راهو رئيس نادي تاع واسمهم راهم مسلمين واليوم بارك الله فيكم مولودي الجزائر تاع يونغ افريكاز. وحضر اعضاء جمعيه الانديه الافريقيه ورئيسها التنزاني باستقبال من طرف الامين العام للفاف وليد صادي. هاي ديك التصويره وليد صادي الامين العام اللي انا راه يجي عندكم البلاطو راه راكم تطبلوا له صديقكم وماشي صديقكم، رفيق واحد قال لك ماشي صديقي خويا ديريكت هكذا ولا لا. ما على باليش انايا كيما يقول لك ربعوا كيما نقولوا كيف خوك اللي اذا ماشي من بابك ويماك، خوك من الرضاعه رفيق واحد. راك تعرف الرضاعه تسمى الاموال وتشيبات ترضعوا كيما نقولوا من مكان واحد. على هذيك اللي خاوتوا اللي خرطوا كاع كيف راك فاهم كاع كيف. قال لك نادر بوزناد وتم تحديد المواقع خلاص قرروا المواقع. افهم يا شعب الجزائري، التش والفش والنش والخلايا وصاد يضرب من حديد. عباك باللي راح هبلتوني مجي راح تبلوني اقسم بالله. ما لقيت نضحك ما لقيت نبكي. دوك توصلوا للموقع المغربي ولا غير تغيدك عمرك هكذا. قال لك الامين العام للفاف نادر بوزناد وتم تحديد المواقع المقرره زيارتها في الجزائر حتى يختار الاعضاء احدهما لاقامه المقر، على ان تختتم الزياره بحضور الاعضاء مباراة نادي بلا بلا بلا. تجدر إلى الإشارة أن جمعية الأندية الإفريقية تم استحداثها من قبل الكاف بتكليف من رئيس الكونفدرالية باتريس موتسيبي ورماو لكم ما وخبطوكم رواحي وخلوكم تتخبطوا نورمال. مو تخرجوا واش تخرجوا يقولوا لنا الكاف يا ودي والله غير وعندكم واحد الوجه. انا والله غير هذه اللي انا عندي اروح تبهديله اللي درتوها انا هاي ليك راهم رسميا نشروها المغرب باللي رانا المكتب راهو عندنا ماشي في الجزائر، والجزائر تتألم وصح رانا نتألم ونقولها لك رفيق واحد، نقولها لك بوزناد، نقولها لك والد صادي، ونقولها لك الخروط باسكو من اللي جيتوا وحنا نتألموا. راك فاهم؟ اسمع قال لك ضربه موجعه جديده للعالم الاخر، سمونا بالعالم الاخر. حنا كنا نقولوا لهم هكذا ولا هما يستهزئوا بينا. تقول لي كيفاش يستهزئوا بينا؟ نقول لك لان راهم يطبقوا. حنا واحد الوقت كنا نطبقوا وكانوا هما بالكذب لا تشفاو وكذا والانجازات تاعهم كاع كذب. كنا سموهم كانوا يضحكوا عليهم، ما ودوا يبعثوا الذباب ونجحنا وربحنا ودرنا واش طيح والرجح في. رجعت عندكم هديتوا عقليتهم غير بالكذب. صاد يضرب من حديد بيد من حديد، الطائرات تطير، ينقذ اتحاد مولوديه الجزائر المسخريه. واش دخلوا في وزاره الطيران؟ واش تلصقوا انجازات اللي ما عندهاش كاع علاقه. صادي يضرب من حديد، الخريطه الوهميه ما كانش، راكم تشوفوا نهضه بركان بالخريطه الوهميه. قتلتوا انجازات بالكذب ويضرب من حديد. خليك من يضرب بالحديد، خليه يضرب من بلاستيك تكفي. طلعتوا هذه راك حديد عباك قتلتونا ولا غير عباك راني عيان وكرهتكم يا نمار. اسمع واش يقول. قال لك اختيار المغرب، قال لك ضربة موجعة جديدة للعالم الآخر، اختيار المغرب مقرا رسميا لرابطة الأندية الإفريقية لكرة القدم. أعلنت جمعية الأندية الإفريقية لكرة القدم آكا هذه يوم أمس الجمعة عن اختيار المملكة المغربية كمقر رسمي لها في خطوة تعكس تقديرا لدور المغرب البارز في تطوير كرة القدم الإفريقية. ويأتي هذا القرار نتيجة لموقع المملكة الاستراتيجي. راهم يعذبوا فيك يا جزائري بالناس هذوما رفيق واحد وبوزناد واسمه
واسمه يا صادي وصادي زعيم الكواليس قال لك انا يشدها يقول لك تفعل الدنيا كاع تولي جزائريه الاولى. قال لك الرياضة المتقدمة إلى جانب التزامها المستمر بتوحيد الأندية الإفريقية وتعزيز قدراتها بما يسمى بلا 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 بلا. تقول لي كيفاش؟ نقول لك يا أخويا العزيز، جابوا المكتب تاع الكاف عندهم، التنظيمات عندهم، حنا كنا راح ننظموا حافظ الدراجي قال لك لا خلوها للمغرب، وخرج موتسيبي قال لهم باللي نشكر البلدان اللي ترشحت ومن بعد تفاهمنا معاهم باش يعاونوا المغرب باش يخلوها للمغرب ونساحبوا باش يخلوها للمغرب. والد صادين ساحب باش كان تفاهم موتسيبي بلسانه فتحهم في النهار مدتها المغرب كاس افريقيا عطاو داك حافظ الرجاء ويقول لك ممكن راح يزيدوا يعطلوها. لا علاش كنت تضبح علينا؟ علاش كنت تنبح عليك؟ خليتنا واش دخلك انت واش فراك والمغرب بداتها وما غير علنوا باللي والمغرب بداتها هو المغرب يا قولوا لنا كيفاش هذا جبتوه وعرضتوه لعندكم وخلاص راح يديروا عندكم المقر راح للمغرب. قولوا لنا فهموني انا دوك تضربوا لنا نورمال ما كاين والو، ديروا روحكم على بالكم. على تكرهوا مواقع التواصل الاجتماعي لان كاين اخبار حنا اللي نخرجوها، انتو تعلموا بها بصح ما تخرجوهاش. باريزوم تاع الطياره اللي حصلت في تامر راس واحد ما هضر حتى خرج في زوين وطرطقناها في مواقع باش بديتوا تهضروا، لان كاين امور راهي مخبيه، كاين امور ما تتنشرش. حاجه اللي تفيدكم ولا تنشرها، حاجه اللي ما تفيدكمش ضرب لنا حرانا هنا. شتو علاش يكرهونا؟ راكم فاهمين ولا لا؟ باسكو نفضحوهم، هذا ما كان باسكو نقولوا الحقيقه، باسكو تغيضني انا دوك المغرب يقول لك هذوك العالم الاخر، راك شايف العالم الاخر راهم فرحانين داوها ماشي زعما خرطي، رانا نشوفوا بعيني الفيفا داوها، جابوا مكتب تاع الفيفا هبطوه للمغرب وداوه. التنظيمات كاع عندهم كاس العالم، كاس افريقيا، كاس الافريقيا للانديه، كاس الافريقيا او 12 سنه تحت و20 سنه تحت 4 سنوات، كاس الخيول داو كلش. خلاوك تزنطر زرنا عيب والله. غير فكرتني يا صاحبي بهذه العقليه اللي درتها هذه تاع راك وجبت وطلقت الذباب تاعك وطلقت رافق واحد وجماعه والخابر وبدا يضرب من حديد وجبنا الجمعيه وهذه والو ما جمعيه برك مكتبوا هكاك وما ديتوش. زرنا فكرتني وين زفزاف الزرناجي راح ندورها لك يا الزرناجي وليد صادي الزرناجي ولا لا خلونا ما نكذب، خلونا من الانجازات تاع الخرطي رافق واحد والشياتين والهداف وبن شي، خلونا من الانجازات تاع الكذب. يا انا اخوكم خلونا من الانجازات تاع الكذب. تكذبوا على الشعب الجزائري عباك باللي اقسم بالله لا كارثه. راكو اكثر من المخزن دوك خلاص وطور ولا يهضر بالحقيقه ولا نقولها لك ولا يهضر بالحقيقه. انت روح جيبهم عرضهم وكلهم وبيتهم وحفاوه كما قال لك كذا منهم بعد داوها للمغرب بوم. نورمال مو يخرج رفيق واحد يحكي لنا على هذا الموضوع هذا ولا لا ما نحبش الكذب. هذا ما كنديروا انجازات نموت بالسعاده نفرح بلادي يا والد صادي بلادي دير انجازات. انا راني خايف يدوك للكاف راك داخل للكاف راني خايف يديروك دلدل. راك تشوف هذا دليل من الادله. جبتهم للجزائر وكلتهم وشربتهم بيتهم فلوتين بعد داوها للمغرب وانتم طايحين علينا الظن. صادي يضرب بيد من حديد ومن بعد الاخر ما ضربش كاع بيد من حديد جا وراحوا داو المكتب حطوه عنده بالكذب. شحال تاع كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كما شفتوا خوتي العزاز. يعني صراحه ما بقى ما يتقال، كلشي قالوا هذا الجزائري. علاش؟ قال لك اسيدي بقيتوا كتكذبوا علينا كتقولوا لنا حنا الجزائر والد صادي سيطلع سيضربوا بيد من حديد غادي يجيب لنا كلشي الجزائر غادي يجيب. وكنت نقول لكم ديما في الفيديوهات السابقه يا ودي واش كاين غير عضو واحد في الكوماكس ديال الاتحاد الافريقي؟ راه كاينين 53 عضو ولا 54. شحال كتسمعوا منهم؟ 3 ولا 4 اللي معروفين على رؤوس الاصابع. كاين فوزي القجع، موتسيبي، هاني ابو ريده، يعني الشخصيات اللي قديمه ووازنه وعندها علاقات وعندها يعني وزن وعندها هيبه. كتسمعوا حتى شي واحد كتسمع ديال زوزو موريس ولا ديال نيجيريا ولا ديال غامبيا ولا ديال زامبيا ولا ديال غانا، كتسمعوش بحالهم بحال الجزائر. غادي يطلع نصاب يدير غير بلاصتو. وهذا علاش؟ لان الصحافه في الجزائر قلت لكم في البدايه ديال الفيديو كتضغط. الصحافه راه ولات سلطه رابعه، يعني كتبقى تضغط كتبين كتوجه الراي العام لواحد الامر. للاسف في المغرب ما عندناش صحافه رياضيه بهذا الحده هذه. يخرجوا يناقشوا لك واحد المباراه فلان لعب مع فلان تيسدوا ما تيعاودوش يهضروا على الموضوع. ما فهمتش انا يعني كيفاش الصحافه المصريه كذلك صحافه قويه رياضيا. تنهضر على الصحافه الرياضيه كتخرج كتتابع اي موضوع كيخص الفرق ديالهم وكتضغط على الاتحاديه الافريقيه. للاسف الشديد خاص المغاربه يخدموا على هذه القضيه ديال الصحافه الرياضيه، رغم ان فوزي القجع هو داير اللي عليه، هو تيخدم، هو تيجيب لك المقرات للمملكه المغربيه. ولكن شكون اللي غيشهر هذا الشيء هذا؟ شكون اللي غيبينوا؟ شكون اللي غيوصلوا للعالم باش يعرف العالم المملكه المغربيه يعني الانجازات اللي كدير واللي كتقرر؟
اللي راه السوشيال ميديا ولات شي حاجه مهمه ومهمه جدا. ما يمكنش كتلقى 10 ديال الصحفي بلاطويات الجزائر كيناقشوا هذا الشيء هذا، وفي المغرب ما عندنا لا بلاطو ولا جوج، ولا كتلقى بلاطو واحد للاسف الشديد. ولكن كنتمناو من هنا المستقبل انه تكون الامور يعني اكثر جديه واكثر يعني مع التنظيم ديال كاس افريقيا ومع تنظيم كاس العالم. غيكون مفروض علينا اننا يعني نزيدوا نشتغلوا على الصحافه الرياضيه ونطوروها باش نزيدوا للامام. وديما المغرب والصحراء المغربيه والعالم الاخر يتوجع ويتالم كما سمعتوا الاخوان ديالي في البدايه وفي النهايه ديال هذا الجزائري هذا اللي صراحه هو ضد ديك الزمره ديال الفاسده في الجزائر، ولكن ما تيحملش المغرب. هذا هو المشكل ديالو، لانه ضد المغرب كذلك. وما فهمتش انا هو الطريق اللي باغي يشدها خينا، والله ما عرفتها، ما فهمتوش انا. هو ضد صادي وضد كل ما هو جزائري وضد المغرب، مع من ما نعرف الله اعلم شكون اللي كيدعمو، الله اعلى واعلم. يلا كان اخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتشوفوا فيديو